السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا، وهنتعرف خلالها على إيه الفرق بين الميسايل تكنو والدلتافيد بي 12، وهنعرف أهم استخداماتهم وأهم جرعتهم. ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تتفرج علينا متنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول. هنبتدي أول حاجة بالميسايل تكنو، والميسايل تكنو بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الميسايل كوبلامين، ودي بتنزل بتركيز 1000 مايكروجرام. والميثايل كوبلامين هو فيتامين B12 دايب في المية، وبيلعب دور مهم كإنزيم محفز في العديد من العمليات الحيوية، زي إنه بيساعد في تكوين الحمض النووي ال DNA والبروتين، وكمان بيساعد في تكوين الغشاء المحيط بالأعصاب. طب إيه هي بقى دواعي استعمال الميثايل تكنو؟ أو إيه هي استخدامات الميثايل تكنو؟ أول حاجة بيستخدم في اعتلال الأعصاب الطرفية، زي الاعتلال العصبي السكري واعتلال العصب الشبكي السكري. كمان بيقلل من الإحساس بالحرقة والتنميل وفقد الإحساس وتقلص العضلات. وبرضه بيستخدم في علاج فقر الدم الخبيث أو الأنيميا الخبيثة، خصوصا عند الناس اللي ما بتحبش تاخد حقن أو مش عندها قدرة على ابتلاع الأقراص. كمان بيقلل من خطر اضطرابات القلب الوعائية، وبرضه نقدر نستخدمه في حالات نقص التغذية خصوصا عند النباتيين وكبار السن. وخد بالك إن المصايل تكنو ينفع نستخدمه خلال فترة الحمل والرضاعة، بس ده بيكون أفضل تحت الإشراف الطبي. طيب إيه هي بقى الآثار الجانبية للمصايل تكنو؟ أو إيه هي أضرار المصايل تكنو؟ أول حاجة ممكن يحصل فقدان للشهية، وبرضه ممكن يسبب غثيان، بالإضافة إلى إنه في بعض الحالات ممكن يسبب إسهال، وممكن يسبب بعض الاضطرابات المعوية بشكل غير منتظم، وفي حالات قليلة جدا ممكن يسبب حساسية أو طفح جلدي. وخد بالك إن الأعراض دي ممكن يظهر منها عرض أو اتنين وممكن ما تحصلش أساسا. طيب إيه هي بقى طريقة تناول الميثايل تكنو؟ أو إزاي نقدر نستخدمه؟ أول حاجة بنفصل الشريحتين بعيد عن بعض بحيث إنك هتلاقي شريحة حمراء بينهم. تاني حاجة بناخد الشريحة الحمراء ونتأكد إن إيدينا جافة ومش مبلولة، وبعد كده نحط الشريحة دي على اللسان وهي هتدوب لوحدها، وتقدر إنك تستخدم المية لو أنت عايز. طيب إيه هي بقى جرعة الميثايل تكنو؟ الجرعة في المتوسط بتكون شريحة على اللسان مرة واحدة يوميا، وخد بالك إن الدواء ده لا يفضل وصفه للأطفال. والميثايل تكنو بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 75 جنيه للعلبة الواحدة المحتوية على 30 شريحة. وخد بالك إن الميثايل تكنو ليه بديل بنفس المادة الفعالة، وهو النوفو كوبال. نيجي للدواء التاني وهو الدلتافيد. والدلتافيد بي 12 بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي السيانوكوبلامين، ودي بتنزل بتركيز 1000 مايكروجرام. ودي برضه صورة من صور الفيتامين بي 12، وبرضه ليه نفس الاستخدام. طب ايه الفرق؟ الفكرة ان السيانوكوبلامين بيكون ثباته في الجسم اعلى بكتير من الميثايل كوبلامين، لذلك بيكون افضل منه. لكن الميثايل تكنو بيكون افضل من السيانوكوبلامين في حالات معينة، زي مثلا مرضى الفشل الكلوي. طيب إيه هي دواعي استعمال الدلتافيد ب 12؟ أو إيه هي استخدامات الدلتافيد ب 12؟ أول حاجة بيستخدم لعلاج الأنيميا ونقص فيتامين ب 12. كمان بيستخدم لعلاج التهاب الأعصاب الناتج عن نقص فيتامين ب 12 وخصوصا مرضى السكر. كمان بيستخدم لعلاج التعب والإرهاق لأنه بيزود النشاط والحيوية، بالإضافة إلى أنه بيوصف في حالات نقص التغذية خصوصا عند النباتيين وكبار السن. وبرضه بيخفف من التوتر العصبي وبيكون كويس لمرضى الاكتئاب. وخد بالك كمان إنه بيدخل في تجديد الخلايا والبروتين وتكوين كريات الدم الحمراء. طيب إيه هي بقى الآثار الجانبية للدلتافيد ب 12؟ أو إيه هي أضرار الدلتافيد ب 12؟ أول حاجة بيسبب اضطرابات في المعدة زي الغثيان والقيء. كمان في بعض الحالات ممكن يسبب إسهال، وفي بعض الحالات برضه ممكن يسبب طفح جلدي واحمرار في حالة إنه عنده حساسية من مكونات الدواء. لكن في الغالب الأعراض دي قليل إنها تحصل. طب إيه هي جرعة الدلتافيد ب 12؟ أو إزاي نقدر نستخدمه؟ الجرعة الاعتيادية بتكون قرص تحت اللسان مرة واحدة يوميا. والدلتافيد ب 12 بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 31 جنيه للعلبة الواحدة. وخد بالك إن الدلتافيد ب 12 بيكون ليه بدايل بنفس المادة الفعالة.
زي البي 12 اس ار، لكن ده بيكون عبارة عن كبسولات بتتبلع عادي. وبكده نكون عرفنا الفرق بين الدلتافيتا أقراص والميثايل تكنو، وعرفنا إيه هي استخداماتهم وأهم جرعاتهم. وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالحلقة دي، وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشاركها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.